هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده انا عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وصفتي النهارده موافقه يوم المولد النبوي الشريف، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزين كده كلنا في اول الفيديو نصلي على الرسول وندعي كده دعوه حلوه لينا ولكل اخواتنا في كل الارض. ربنا كده ان شاء الله ينصر الاسلام والمسلمين في كل انحاء الارض. النهارده وصفتي مختلفه، انا النهارده قررت اعمل لكم رز بلبن. دي احلى حاجه نبدا فيها كده سنتنا. انا بعتبر المولد النبوي هو سنه جديده لينا في كل حاجه، فحبيت اعمل النهارده رز بلبن ونصلي على الرسول. وحبيت كمان احط لكم كده عليه ديبنج مختلفه وايس كريم وبسكوت. يا رب تكون الوصفه سهله وعجباكم ويعني نوع من انواع التغيير. نقول كده بسم الله ونصلي على الرسول زي ما اتفقنا ونبدا ونشوف خطواتنا ايه. سهله جدا جدا وبسيطه وكل بيت يقدر يعملها. الحاجه اللي عندك حطيها واللي مش عندك استغني عنها. زي ما اتفقنا مفيش حاجه توقفك، ومادام بتعملي الحاجه بحب هتبقى جميله وهتوصلك بمنتهى الحب. انا عندي هنا 2 لتر من الحليب العادي. طبعا الكميه اللي عندي انا كنت حابه ازودها، وهنا الحليب اللي عندي طبعا مش طبيعي 100%، اكيد مبستر او مبرد، فما بيكونش بنفس تسليمه الحليب بتاعنا، فزودت عليه حليب باودر زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا الحليب الباودر لما بزود عليه الكميه بتاعتي، انا هنا حطيت تقريبا كوبايتين. زودت عليه ميه كمان علشان خاطر يبقى القوام بتاعه مظبوط وطعمه يبقى كويس، ما يبقاش تقيل قوي، وكمان كميه الحليب تكتر معايا. انتوا عارفين الحليب الباودر كده كده اصلا بيتذوب في ميه. فهنا دوبت خلاص الباودر عندي مع الحليب، يعني تقريبا بقى عندي 3 لتر من الحليب. الحليب انتوا طبعا عندنا بره مصر اسمه حليب، في مصر اسمه لبن. وهنا عندي كوبايه من الرز المصري، انا غسلتها بس ما غسلتهاش كتير قوي وما نقعتهاش، لان انا محتاجه النشا اللي موجوده جوه الرز. في اصلا ناس ما بيغسلوهوش اصلا، وفي طرق مختلفه لعميل الرز باللبن. انا برضو اوقات بعملها ان انا بسلق الرز الاول لوحده في شويه ميه وبعدين احطه على الحليب، بس المره دي انا اختصارا للوقت وتغيير للوصفه عملت كله مع بعض. حطيت رشه ملح عشان الرز يفشر كده ويستوي معايا. اول ما الرز استوى تماما انا هبدا احط النشا. انا حاطه لكل لتر حليب معلقه ونص نشا، لان النشا هنا عندي مش حلو قوي. طبعا كل واحده عارفه النشا اللي عندها اذا كان سمكه بياخد قد ايه تظبط الكميه اللي عندها. بس انا بقول لكم اللي حطيته. المج اللي كان معايا ده او اللي هو فنجان القياس ده يعني يعمل تقريبا فنجان نشا، اوكي، يعني 4 معالق. نزلت هنا بيهم على الرز باللبن اول ما استوى. انا هقول لكم حاجه، انا دلوقتي حطيت النشا الاول قبل ما احط الرز. طيب انا ليه عملت كده؟ انا عندي بيبي صغير. في الوصفه دي انا بعلم كمان الامهات اللي عندهم اطفال لسه عمرهم تحت السنه، يعني انا بتكلم ابتداء من 6 شهور لسنه. طبعا انتوا عارفين ان احنا ممنوع على الطفل في العمر ده انه ياخد حليب طبيعي او حتى حليب بودره غير حليب الاطفال. لكن لو انت استخدمتي الحليب في وصفه، يعني دخلتيه في اكل زي رز بلبن، زي مثلا مهلبيه، او مثلا زي ما هتعمليه مع نوع خضار معين، وتفر هتعمليه مع شوفان او مع رز او حاجه زي دي، ما بيفيش منه اي خطوره. وده بناء على كلام الدكتوره اللي انا متابعه معاها لابني. فمنها اخدت له شويه رز بلبن على جنب، هتشوفوها دلوقتي في الشاشه عندكم. ومنها ان انا كمان قدرت ان انا اخد سكيب لخطوه السكر قبل النشا عادي جدا. بعد ما خلصت النشا وظبطت السمك بتاعه نزلت بكريمه الخفق. طيب ايه يا مرمر ده؟ انا هنا عندي شويه مستكه بطحنهم مع معلقه سكر صغيره. تمام، شوفوا هطحنهم ازاي. طيب ليه بعمل كده؟ لان السكر بيساعد على طحن المستكه بسهوله جدا جدا، ما بتتعبكيش، وفي نفس الوقت بيبقى باودر كده وبيعمل ميكس مع بعض. اهو زي ما انتوا شايفين كده طحنتها خالص واتاكدت ان هي كلها بقت باودر ما فيهاش حبيبات، وهنزل بيها على المقدار اللي عندي. طيب بتعملي كده ليه نرمين؟ بتدي طعم وتيست حلو قوي للرز باللبن. واوقات كمان بحط شويه هيل بيبقى طعمه حلو جدا. وفي ناس بتحط ميه ورد برضو بتبقى حلوه، بس انا مش بفضلها لان انا ما بحبهاش، لكن طبعا اللي بيحبها يحطها مفيش منها اي مشكله. اوكي اهو شوفوا كده عملت معايا تقريبا مقدار نص معلقه بس. نزلت بيها وعملت اهو ميكس كله مع بعض بالويسك. خلاص ظبطت القوام بتاعي واطمنت انه زي الفل حلو كده. هنا بقى زي ما قلت لكم خلاص هاخد بقى منه شويه
وهحط في ايه، في حلة تانية او الحاجة اللي بتحطي فيها الياسين. طيب هتحليها مرمر بايه الياسين او لاي بيبي؟ طيب طبعا انتوا عارفين السكر بالنسبة للاطفال في العمر ده مش حلو. طيب عندنا العسل الاسود، لان العسل النحل لسه ممنوع بعد السنة. عندنا ممكن تحطي موزة تهرسيها معاه وتحطي بقى كده الوجبات بتاعته في برطمانات صغيرة صغيرة. يعني انا الكمية دي عملت معايا 3 برطمانات صغيرين، حطيت عليهم معلقة واحدة بس عسل اسود. طبعا قيمة غذائية وفايدة حلوة جدا جدا للاطفال. دايما اعملوا كده زي ما قلت لكم، اي اكل بتعملوه يكون فيه صحي للاطفال، خدوا منه شوية قبل ما تحطوا فيه ملح او سكر، لكن في توابل معينة متاحة للاطفال عادي. هنا طبعا نزلت بقى بكوباية ونص سكر، اللي هو بالفنجان المعياري اللي انا وريته لكم. تمام، على الكمية دي اللي هي تقريبا 3 لتر من الحليب مع كوباية الرز، وزي ما قلت لكم المقادير في اول الوصفة. بس هدوب بقى السكر تمام واتأكد ان كله داب حلو جدا خلاص واتمسك معايا، وهيبدأ يعمل كده الفوانيس اللي بيعملها. انا هنا زودت النص التاني، كنت الاول حاطه مقدار كوب، دلوقتي حطيت نص كمان، لان طبعا انا دقت السكر لقيته محتاج شويه. بس كده السكر هيدوب حلو قوي. هبدأ بقى كده خلاص احطه في الاطباق التقديم بتاعتي. عندك بقى كاسات حطي زي اللي انا حطاها دي، عندك اطباق حطي، عايزه تعمليه في بايركس زي الفل، اللي انتي متاح عندك اعمليه. انا حطيت لكم كذا شكل عشان تعرفوا ان هو بيبقى حلو في كل الاشكال. انا اوقات كمان بعمله في البايركس الكبير اللي انا بدخله الفرن، فانتي على حسب ما انتي هتقدمي ازاي. زي الكريم كراميل كده لو تحبي تعمليه في بايركس حطيه، عايزه تحطيه في اطباق تقديم صغيره او كاسات حطيه. بس طبعا بما ان انا لسه هزينه وهعمله كده برزنتيشن حلو، فانا حطيته في ايه، في اطباق مع كاسات مختلفه. هنا بقى التزيين، عندي ايس كريم اي نكهه انتي عايزاها، عندي مكسرات، ده عندي فستق مجروش، عندك انتي يعني جمل، عندك لوز، عندك بندق، عندك سوداني، اللي نفسك فيه حطيه. انزلي بقى ببولة ايس كريم مع شويه مكسرات كده متكسره عندك اللي انتي عايزاه اعمليه. ممكن تحطي شويه قرفه برضو هيبقى حلو قوي، قرفه باودر. ده صوص كده اللوتس عندي. طبعا ممكن تحطي صوص شوكولا، ممكن تحطي ستروبري، ممكن تحطي فانيليا، اللي انتي نفسك فيه. طبعا بقى انتوا عارفين الصيف وبنبقى عايزين حاجه بارده، ممكن تعمليه ساده لو انتي عايزه، اللي يعجبك. كل حاجه متاحه في ايديكي. لو الوصفه عجبتكم اكون مبسوطه جدا جدا بتعليقاتكم. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم جدا جدا جدا، وبفكركم تاني نصلي دايما على الرسول وندعي كل اخواتنا يا رب ينجحكم ويوفقكم. لو بتتفرجوا وبتتابعوني على التيك توك او على انستجرام ما ننساش نعمل لايك وفولو وكومنت. بحبكم جدا جدا، بتمنى لكم كل السعاده واشوفكم على خير. باي باي.